هنتكلم دلوقتي عن الحروف المتحركة اللي هي بيسموها بالإنجليزي فاولز. الحرف المتحرك أسهل طريقة عشان نعرف إيه هو الحرف المتحرك، هو حرف نقدر ننطقه بوضوح وبصوت عالي لوحده من غير ما نستعين بحرف تاني. يعني إحنا لما نيجي في الإنجليزي مثلا أو الفرنساوي ونشوف حرف الإيه أو الآ بالفرنساوي ننطقه ما احتاجناش لحاجة تساعدنا على نطقه. بينما الحرف الساكن هو اللي صعب انك تنطقه لوحده بوضوح وبصوت عالي. مثلا الكاف لو لقيناها كده مش هنقدر ننطقها. امتى نقدر ننطقها؟ لو حطينا بعدها مثلا ألف تبقى قا. هنا كاف بالعربي ونحط بعدها ألف تبقى قا، أو تحط قبلها حاجة مثلا زي ما قلنا إي مثلا أو أي تبقى إيك. إنما لوحده الحرف الساكن مش ممكن يتنطق. في حروف ممكن نضمها أو نعتبرها من ضمن الحروف الساكنة ونقدر نطلع لها صوت بس ما بيبقاش واضح. يعني السين مثلا لما نقول س ده أعلى ما عندنا، ولا الفه لما نقول ف أعلى ما عندنا. إنما بواسطة وجود حرف متحرك جنبه بيعلى الصوت. نقدر نقول سا صا كا قا. يبقى بالشكل ده عرفنا ازاي نقول الحرف ده ساكن ولا الحرف ده متحرك. الحروف المتحركة في اللغة القبطية 7 حروف. الألفا هيتقري هنلاحظ هنا ان انا قلتها مفخمة بس ده مجرد اتفاق بعض الاساتذة اتفقوا عليه. انما زمان كان احيانا مفخم واحيانا مرقق او وعشان اللغة ما وصلتناش كلغة حية احنا مش عارفين يعني كل الكلمات اللي فيها ألفا أنهي كان مفخم وأنهي كان مرقق، إلا لو كان في دلائل عرفتنا بالنسبة لبعض الكلمات. يعني مثلا كلمة زي واحة احنا بنقولها بالعربي مرققة، يبقى في الغالب أصلها القبطي كان مرقق برضه. التفخيم ده اللي اتفقوا عليه كان مجرد اتفاق علشان يبقى فيه توحيد، بس نتج عنه ان احيانا بتبقى الكلمة تقيلة قوي. يعني كتير قوي من الآباط واللي بيدرسوها بيستثقلوا انهم يقولوا أواب وبيفضلوا انها تتقال أواب. وانا رأيي بالنسبة للطلبة اللي بدرسهم ان انا اترك الحكاية دي لذوق المتكلم واستحسانه، وهو يختار المفخم من المرقق طالما ما وصلناش ادلة اكيدة فيه. بعد كده حرف متحرك تاني اللي هو الاي بيتقري ايه. يعني احنا لو حطينا نون قبل الالفا ونون بعد الالفا يبقى الثلاثة دول هيتقروا نان. لو حطينا نون قبل الاي ونون بعد الاي الثلاثة مع بعض هيتقروا نين. وبعدين في هنا يه او كسرة شديدة بالايطة بتبقى نين. يبقى ديت يه بس بكسرة خفيفة وديت يه بس بكسرة شديدة. النطق اللي أنا بستخدمه اللي هو النطق المستخدم في الكنيسة، النطق زمان كان مختلف عن كده شوية. يعني مثلا الأي كانت قصيرة، كانوا يقولوا نن مش نين، بس إحنا ملتزمين بنطق الكنيسة. بعد كده لو حطينا أوميكرون
هتبقى نون. نون. لو حطينا الأوميجا اللي هي الأو الطويلة هتبقى إيه؟ فكروا، هتبقى نون. 1 2 3 4 5. يبقى في عندنا كمان الإبسلون بتستخدم أحيانا زي الإيتا. ده نطق، احنا قلنا هنأجل نطق الإبسلون دلوقتي وقت ما اتكلمنا. يبقى دلوقتي ني إبسلون ني هتتقري نين. نراجع تاني الحروف المتحركة: الألفا والأي والإيتا والأوميكرون والإبسلون والأوميجا. في حرف فاضل كمان هقوله لكم دلوقتي.